بعد حلقة أمير توفيق وإبراهيم فايق، في ناس طلعت من الجماهير عملت عايزة تعمل ترند كده، اللي هو المفضوح من أمير توفيق على نبيل دونجا. لما نبيل دونجا اتكلم مع إبراهيم فايق وقال لك ده هو قال لي نفسه إبراهيم فايق، هو اللي قال لي إن أمير توفيق كلمني على أساس إن أنا انضم للنادي الأهلي. فأمير توفيق طبعا زعل من الكلام ده واتضايق، ودخل في الموضوع وقال ان هو ما انا ما كلمتوش، ده هو اللي اتكلم، وكان في وسيط اسمه محمد ابو علي كان صحفي. وامير توفيق طبعا احنا كان عندنا عمالقه في نص الملعب، كان عمرو السولية وديانج، وكان فتحي. فما كانش حد محتاجه، وامير توفيق اترفض زي ما قال يعني في الحلقه وكده. المشكله ان في جماهير طبعا من جماهير الزمالك قال لك هو معلش امير توفيق ده مش نابع عشان احنا نصدقه، واحنا ما نمشيش وراه، وايه اللي عرفنا ان هو كلامه صح. المشكله ان انت لما بتكره فما بتحبش تسمع. يعني اي واحد لما انا اكره شخص او اكره يعني انت بتكره النادي الاهلي ما بتحبوش، فعمرك ما هتسمع وتقتنع بالكلام اللي هو اصلا مضلعه. فانت بتاخد لما تنزل فتره اللي عدت في يعني من مده كده قبل ما دونجا يتنقل للزمالك، قال لك انا ابويا كان والدي اهلاوي. لما تمشي ورا الموضوع ده هتكتشف ان فعلا تعرف مين اللي كذاب فيهم، او تعرف يعني باينه واضحه بعد انضمامه لنادي الزمالك. ده لا قال لك انا ابويا زملكاوي. فايه الفرق ان انت تتكلم في حاجه زي دي وبعد كده انا بكره حاجه، او انا بكره مثلا، يعني اجيبها لك بوضوح، انا بكره النادي الاهلي مثلا يا سيدي. انت بتكره النادي الاهلي شيء، وان واحد بيجيب لك دليل واسامي ناس يعني ممكن يحط نفسه في مشكله بسبب الموضوع ده، على اساس ان هو يبين الحقيقه. فالحقيقه واضحه مش عايزه كلام، محدش يفتي ويطلع يقول لك لا امير توفيق كذاب عشان احنا مش مصدقين، واحنا مصدقين دونجا. خلي بالك إن كلام دونجا يصغر منه يقلل منه كلاعب. ان هو بيتكلم انا الاهلي كان عايز، طب انت ماشي، ما انت في نادي الزمالك اهو، نادي الزمالك قليل عشان تفتح الموضوع ده؟ انت خدت بطولة، فما تقللش من فريق. يعني هو ما اتكلمش عنك واحنا قلنا ان تستحقوا الفوز وخلاص، والموضوع خلص اساسا. فالناس بتطلع بتتكلم وعايزة تعمل حوار على الفاضي على الفاضي يعني. كل الكلام ده يعني مش عارف اقول ايه والله العظيم. بلاش الكره، خلينا في الدليل، وخلينا في الكلام اللي هو مظبوط ده. نقعد بقى نعمل حوارات على الفاضي والمليان فما لهاش لازمه.